اظبطي ملحك في العلاقة، رشي الفلفل بتاعك بالأصول. أي إنسان في الدنيا مش بس في العلاقات، لما بيكون ليه قيمة عند الإنسان الآخر بيعرف قيمته وبيعرف غلاوته من تصرفاته. فعشان حضرتك تنجحي العلاقة اللي مع الراجل اللي انت بتحبيه وعايزة تتجوزيه، لازم يكون تصرفاتك اللي بتتحدث عنك، لازم تكون تصرفاتك هي خير دليل ليه، لازم يكون طريقة معاملتك وطريقة اهتمامك وحبك واهتمامك بتفاصيله ورعايتك ليه هي اللي هتكون طريقك لجوازتك، طريقك لحبه ليكي، طريقك للارتباط والود اللي هيبقى ما بينكوا ما قبل الزواج وما بعد الزواج. مفيش واحدة بتحب واحد ما تسألش عنه، سمعتهاش قبل كده. مفيش واحدة بتهتم بواحد أو عايزة تحبه وتنجح العلاقة وتتجوزه تقولي بتصرف معاه كأنه ملوش قيمة عندي. اللي ليه قيمة عندي أنا بشيله جوه قلبي وبحطه فوق راسي. الراجل اللي أنا بحبه أسأل عنه وأوده واهتم بتفاصيله وأكله وشربه، مش بزيادة، مش بأفورة، لكن لازم تكون تصرفاتي معاه تصرفات ست محبة. فلو انت عايزة العلاقة دي تنجح، حبيه صح، اهتمي بيه صح، ميزان. لما الحاجة تقل أو تعلى قوي، الحكاية بتبقى يا مملحة يا ناقصة ملح، ولا تعرفي تاكلي أكلة مملحة قوي ولا تعرفي تاكلي أكلة من غير ملح. اظبطي ملحك في العلاقة، رشي الفلفل بتاعك بالأصول. لما بنسيب الرز زيادة عن اللزوم على النار بيشيط، ما بيستويش، هيمشي. ولو مشي هتفضلي تقعدي تعيطي عليه كتير قوي. على طريقة أحسن بيها العلاقة مع الراجل أو الشاب اللي أنا مرتبطة بيه. دايما بتحصل خلافات وبتكون بسببي. عجبني قوي إن هي بتعترف إن هو بسببها، علشان بنسى أسأل عنه وعن أهله وعن صحته، وهو بيعمل العكس، يسأل عني وعن أهلي وعن صحتي. دايما مهتم إنه يطمن عليا بتصرفات بتصرف معاه وكأنه ملوش قيمة عندي، بس معرفش أتصرف. رجاني رضوى ساعديني، أنا بحبه ونفسي العلاقة تنجح ونتجوز. فأنا من رأيي حضرتك تحبيه وتصرفاتك تبين إن أنتي بتحبيه، مش أنتي بقول أنا بحب. الحب عمره ما كان كلام، الحب تصرفات، الحب ابتسامة، الحب كلمة، الحب اهتمام. الحب ده أحلى حاجة في الدنيا، حبه صح.